السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة مطبخ العائلة. جبت لكم اليوم واحد الوصفة ديال لي كيش، كيفية تحضير لي كيش ديالنا. ساهلين كما عودتكم دائما. كيجيو زوينين بزاف وبنان وهشاش. ما تشبعوش منهم. نتمنى ديروهم وين الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالاشتراك والدعم وتبارطاجيوها مع العائلة والاصدقاء باش تكون الفائدة للجميع. بسم الله على بركة الله. عندنا في إناء عندي 400 غرام ديال الدقيق الأبيض، عندي بيضة واحدة، عندي شوية شوية ملح ومغرفة صغيرة ديال الخمارة ديال الدار، وعندي نص كاس ديال الزيت. في إناء درت داك الدقيق، غادي ندير داك الخمارة والملحة، وغادي نزيد داك نص كاس ديال الزيت، وغادي نخلط كما راكم شفتوا. غادي نبسس مزيان داك الزيت مع الدقيق، غادي نبسسها مزيان. عاد ندير ديك البيضة كما شفتوا، تبسسوها مزيان بهذه الطريقة هذه، تتبسس لكم بهذا الشكل هذا. وغادي ندير ديك البيضة وغادي نخلط جيدا بحال هذه الطريقة هذه، حتى هي تدخلوها بداك الدقيق مزيان. صافي غادي ندير الماء على حساب تجمع لكم العجينه، ما خاصهاش تجي مطلوقه بزاف، خاصها غير تجمع لكم صاي تحبسوا بهذه الطريقه هذه. وهي ما كتحتاجش تدلك ولا تحاولوا غير تجمعوا ديك العجينه بهذه الطريقه هذه، ما تدلكوها ما حتى شي حاجه. صافي كما شفتوا، صافي غير تجمع، صافي ديروها في واحد البلاستيكه واحد 5 دقائق ولا وتخدموا بها مباشره. درتها في سطح العمل، وغادي نرشها شويه بالدقيق كما شفتوا، وغادي نورقها بالوراق بالطريقه هذه. تورقوها مزيان باش ما تجيكمش غليظه. ضروري بمساعدة الدقيق، ضروري خص من تقلبوا العجينة طشوا الدقيق باش ما تلصقش ليكم. وغادي تجيبوا قطعه كما شفتوا، تقطعوها بهذا الشكل هذا. وعندي هاد الليمون دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم الدقيق باش ما يلصقوش، وتبقاو تبسطوا ديك العجينه على داك الليمون ديال لي كيش باش يجينا داك الشكل ديالهم زوين، وتقبوهم بالفرشيطه كما شفتوا. كيجيو بهذا الشكل هذا، وكتدخلوهم يطيبوا غير نص طياب باش تحتفظوا بهم في الثلاجه. ما خاصكمش تطيبوهم مزيان، هذا هو الشكل اللي خاص يكون، وتقدروا تحتفظوا بهم في الثلاجه المده اللي بغيتو. كما شفتوا رمضان على الابواب، لا دخلوا علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. وهذا الوصفه هذه تاع لي كيش كيجي زوين بزاف. غادي نوجد معكم الحشوه. عندي شويه زيت، عندي 2 بصلات مشلضين، غادي نديرهم يتقلاو. غادي ندير غادي ندير نص كيلو تاع سطات الدجاج، غادي نديرهم يتقلاو كما شفتوا. انا ما بينت لكمش الصور، سمحوا لي. عندي شويه سكنجبير، شويه خرقوم، شويه تحميره، شويه ملح، شويه فلفل اكحله كما شفتوا. وغادي ندير شويه فقاع، عندي فقاع مقطع، وعندي كورنيشو مقطع حتى هو، وعندي مايز او ذره. ونخلط دوك المكونات مزيان باش يتخلطوا لينا مزيان. صافي الحشوه ديالنا هي واجده. غادي نوجدوا الكريمه اللي غادي نديروها فوق لي كيش. عندي 2 معالق كبار ديال الزبده و2 معالق كبار ديال الفرينه. غادي نخلطوهم مزيان. عندي شويه ملح، ما تكتروش الملحه حيت غادي نضيف الفرماج، ما تكتروش الملحه في الكريمه.
غير شوية نخلطو داك المكونات مزيان بهاد الطريقة كما شفتوا، تيجمع لينا داك، تخلط لنا داك الزبدة مع الدقيق. عادو نديرو الحليب، عندي نص يطرو ديال الحليب اللي غادي نضيفو على داك الدقيق والزبدة كما شفتوا. صافي نخلط مزيان ونديرو فوق البوطة حتى يعقد لي داك الخليط ديالنا. كيش راني صلحته فوق اللاطة نتاع الفران، وغادي ندير داك الطعميرة كيما شفتوا، درتها الفوق درتها لتحت عفوا. غادي نعمر كامل داك الاخر. الكريمه تاعنا بعد ما عقدت غادي نزيد عليها 4 ديال القطع ديال الفرماج اي نوعيه تكون عندكم، ونخلطو مزيان حتى يذوب لنا داك الفرماج مع ديك الكريمه اللي وجدناها. مباشرة غتخويوها فوق دوك الكيش اللي وجدنا من قبل، فوق ديك الصلصة اللي درنا، ديك شرميلة. صافي غادي ندير شوية فرماج موتزاريلا من الفوق بهاد الطريقة هادي، وغادي ندخلهم للفران غير تشد راس هذيك الكريمة يحمروا لنا شوية بهاد الشكل هذا كما شفتوا. هذه هي الطريقه تاع الكيش ديالي. نتمنى ان الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش بالاشتراك والدعم، وشكرا. في وصفه اخرى ان شاء الله.